الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. صلح القرن في الزمالك، صلح القرن في الزمالك وانتهاء أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك للأبد، وصفقة الزمالك العالمية لبسة التيشيرت. دي موضوعات حلقتنا النهاردة. ركز، خليك معانا لنهاية الحلقة عشان هنقول كلام مهم. أول كده، النهاردة الخميس ليلة الجمعة، زي ما اتعودنا معاكم على قد ما تقدر صلي على النبي. أهم حاجة تصلي على النبي، جبال حسنات بتاخدها. أذكركم وأذكر نفسي أولا، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. الموضوع مش هياخد منك ثانية بالظبط. تعال نخش في موضوعات حلقتنا النهاردة. نبدأ بصلح القرن. صلح القرن، بعد كده هنقول لك انتهاء أزمة الحجز وصفقة الزمالك العالمية. صلح القرن، تخيل معايا عزيزي الزملكاوي، في مساعي تحركات من ناس مهمين في الزمالك، سواء نجوم سابقين أو رجال مسؤولين أو رجال أعمال زملكاوية مسؤولين، عاوزين يعملوا صلح القرن عشان نبدأ عهد جديد وبداية جديدة. ولو ده تم وحصل على خير، لا، الزمالك هيتنقل في حتة تانية خالص. تخيل صلح القرن، كلنا عارفين بين مين؟ الخناقة أو العركة أو سوء التفاهم أو سميها زي ما تسميها، اللي بين المستشار مرتضى منصور وبين ممدوح عباس، ممتد لأكثر من 35 سنة أو 30 سنة. لو الصلح ده تم، هننتهي من صداع حاجة اسمها الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك، الصداع المزمن اللي مكتف نادي الزمالك. لو ده تم في مساعي حقيقية على أرض الواقع، في مساعي حقيقية على أرض الواقع لإتمام هذا الصلح. الزمالك طبعا كلنا عارفين انه متأثر بحكاية الخصام او عدم التفاهم بين المستشار مرتضى وممدوح عباس. فممدوح عباس اول ما يجي المستشار مرتضى يمسك الزمالك او يجي بانتخابات او كذا او كذا، يجي رفع قضية حاجز على رصيد الزمالك في البنوك. مرتضى منصور يمشي من نادي الزمالك، تلاقي ممدوح عباس رفع الحجز على رصيد الزمالك في البنوك. فهو القصة ايه؟ ممدوح عباس ومرتضى منصور. ففي مساعي لتقريب وجهات النظر وقعدة صلح بالبلد كده بين الاتنين. مستشار مرتضى من ناحيته موافق، ممدوح عباس اللي معصلك حبتين لكن دماغه لانت. فخلال 48 ساعة اللي جايين ممكن القعدة دي تتم على حسب المعلومات اللي عندنا، ولو حصل تبقى ضربة حقيقية، هتبقى ضربة معلم زي ما بنقول. الزمالك هينتهي من الصراعات، مش هنشوف الزمالك في المحاكم وكل شوية قضايا. ما القصص دي كلها بتعطل مسيرة الزمالك. خلينا متفقين، المحاكم والقضايا وده كله والحجز على رصيد الزمالك ده كله مين اللي بتأثر بيه؟ هو كيان نادي الزمالك. لكن لو في استقرار زي اللي في الاهلي، يعني بنشوف الاهلي نجح محمود الخطيب في الانتخابات، بتلاقي الخسران خلاص ما بنسمعلوش صوت لمدة 4 سنين. انما الزمالك عكس كده، في الزمالك العكس، تلاقي كل شوية قضية محاكم وحجوزات فالمحصلة ان الزمالك هو الخسران. تمام. يبقى في مساحة حقيقية وفي قعدة صلح هتتم بين المستشار مرتضى من جنبه موافق، وممدوح عباس اللي معاصلك حبتين لكن دماغه لانت. المعلومات اللي عندنا الجلسة دي او القعدة دي هتتم خلال 48 ساعة. لو تمت، الزمالك هيبقى في حتة تانية، هيبقى في فلوس، تعرف تجيب صفقات، تعرف تجيب مدربين اكفاء، صفقات مميزة، الدنيا هتمشي، مش هيبقى في أزمة مالية، والزمالك موارده كتير.
رعايه وبيع لعيبه لسه. مثل الدنمارك باعت 3 مليون دولار، وفي حوالي 300 مليون داخلين للزمالك الاسبوع الجاي الخزينه. فالدنيا حلوه، وبكده هننتهي من صداع ازمه الحجز على رصيد الزمالك في البنوك للابد. للابد. نتمنى الصلح ده يتم. نتمنى الصلح ده يتم. نتمنى. قولوا رايكم في التعليقات، مع الصلح ده ولا لا؟ يا رب يا رب يا رب كمان تتم على خير. تعالى بقى لصفقة الزمالك العالمية اللي خلاص الزمالك خلص معاها برعاية ميدو. ميدو زي ما قلت لك بيلعب دور مهم جدا. قصة المستشار مرتضى منصور قبل الصفقة هاخد لك في دقيقة عشان نبقى الكلام نهائي، ومش ما بقناش يعني ما عدناش نتكلم في قصة المستشار مرتضى تاني. المستشار مرتضى مستني خلاص مجلس الزمالك مستمر، مجلس مرتضى منصور مستمر حتى نهايه مدته 2025. الراي اللي توافق مع مجلس الزمالك ووزاره الشباب والرياضه ان المجلس خلاص هينفذ حكم القضاء، مجلس الدوله بعزل المستشار مرتضى، وهيعمل اجتماعات. كل اجتماع هيبقى ليه رئيس. يعني هيجتمعوا النهارده مثلا هيبقى رئيس الجلسه او رئيس الاجتماع مثلا خالد لطيف. الاجتماع اللي بعديه هيبقى مثلا احمد مرتضى، اللي بعديه هيبقى جمال عبد الحميد، وهكذا. ووزاره الشباب والرياضه وافقت. المستشار مرتضى قال مش هرجع نادي الزمالك الا بحكم قضائي عشان يرد كرامتي على حته المعزول. حكم القضاء او الاستشكال المستشار مرتضى مش 26/5 زي ما كنت بقول، معلش انا اسف. تاكدت من المعلومه. الحكم او القضيه بتاعت المستشار مرتضى يوم 5/6 القادم، يعني بعد حوالي النهارده 18، يعني بعد 15-17 يوم. فاتقبل الاستشكال المستشار مرتضى منصور رئيسا للزمالك خلاص وانتهاء القصه. اترفض الاستشكال يبقى خلاص هيعملوا جمعيه عموميه وادعوا للجمعيه العموميه انتخاب رئيس جديد. بس فول ستوب، نقطه من اول السطر. دي قصه المستشار مرتضى بالتحديد، كلام نهائي. تعال بقى لصفقه الزمالك العالميه. خلاص الزمالك اتفق على كل حاجه واللاعب موافق، مفيش عنده اي مشكله، واللاعب هيجي لاعب حر. يعني الزمالك مش هيدفع فلوس لناديه. ليه؟ هقول لك. اسمه الياس شتا، نجم جزائري عنده 28 سنه، بيلعب ظهير ايسر. كان بيلعب الموسم ده مع اونجيه الفرنسي. اونجيه الفرنسي هبط للدرجه الثانيه. في بند في عقد اللاعب، هو عقد اللاعب كان ممتد مع اونجيه الفرنسي ل 2026، لكن في بند في عقده يتيح له فسخ التعاقد اذا هبط الفريق للدرجه الثانيه. فاللاعب خلاص هيفسخ عقده خلاص مع اونجيه الفرنسي، واتفق على كل حاجه وعلى كافه التفاصيل مع الزمالك، واللاعب موافق يجي الزمالك خلاص. اللاعب ده كان بيلعب في الترجي التونسي، ولاعب جزائري اسمه الياس شتا، سنه صغير 28 سنه مش كبير. خلاص الصفقه دي في طريقها للاتمام نهائيا بصفه نهائيه. النهارده الزمالك عنده طبعا ماتش مع اسوان. لو تفتكروا ماتش اسوان اللي كان في اسوان والقطر الشهير اللي طلع الزمالك، كان مستشار مرتضى عملوا الجماهير، حجزوا الجماهير. كان بدايه الوكسه بتاعت الزمالك من ماتش اسوان ده. من ساعتها واحنا مش شايفين اي نور، ضلمه 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 ضلمه، خسارات وتعادلات وهزائم وكوارث من ساعه ماتش اسوان. فنتمنى من الله ان يوفق لعيبه الزمالك النهارده في الماتش ده باذن الله. الماتش الساعه 8 باذن الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.